أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن الشخصيات في الرواية أو الشخوص الدرامية. بعد ما أسست الفكرة بتاعتك وعرفت العالم اللي هيدور فيه أو البيئة اللي هتدور فيها الرواية، طبيعي إن أنت تبتدي تفكر في الشخصيات الرئيسية اللي هنحكي من خلالها الحكاية. أول حاجة هي شخصية البطل، وخطأ شائع جدا بيقع فيه معظم الكتاب الجدد إنهم بيطلعوا البطل خارق. مش لازم يكون سوبرمان، لا، يعني ان هو قادر يحل اي مشكلة بدون ما يواجه صعوبات، وده طبعا خطأ قاتل. البطل عموما او الابطال اللي بيعيشوا في وجدان القراء هو البطل المهزوم، او انا بميل ليه كده دايما، البطل الضعيف اللي دايما بيحاول يهرب من مشاكله او عنده عقد، عنده ازمات، بطل ناقص. وكل ما الشخصية الرئيسية عندك كان عندها عيوب واضحة، سواء بقى هي بتحاول تحلها سواء بتكتشفها مع الأحداث، لكن البطل دايما بيعاني من أزمة طول ما هو بيصارع الأحداث. عشان الرواية نفسها الجريمة البوليسية أو الجريمة النفسية بتدور بين صراعين، صراع داخلي وصراع خارجي. الصراع الداخلي اللي بيحرك معظم الأحداث أصلا، مش الصراع اللي بيدور في العالم، لا، الصراعات الداخلية اللي بتحرك الشخصيات، اللي بيخلي المجرم مجرم، واللي بيخلي البطل بطل في لحظة مصيرية، بيضحي بنفسه، بيقدر ياخد موقف جريء يأذيه هو شخصيا عشان ينقذ المجموعة. كل ده مبني على الصراع الداخلي، على الهوية اللي بتكون البطل اللي انت بتكتبه. أول نصيحة ان لازم كل شيء البطل هيعمله يكون مبني اصلا على اساس. يعني لو البطل ظابط، لازم اشوف في السمات بتاعته على مدار الروايه ان هو مثلا قادر يحل الغاز من البدايه للنهايه ويواجه صعوبات، مش ان هو فجاه ما كانش عارف يحل اللغز الجريمه وفجاه في النهايه عشان خلاص الروايه بتتقفل فهيلاقي صدفه يخليه يحلها. لا، حتى الصدف دي بتتبني بمنطقيه، بتتبني بترتيبات. فانت الاول لازم تبص على الاعمال اللي انت بتحبها، تشوف الاعمال اللي انت ارتبطت فيها بالبطل، واسأل نفسك انا ارتبطت بالبطل ده ليه؟ يعني اكيد احنا كلنا بنرتبط بالاشخاص اللي عندهم معاناة او بيلمسنا جزء من ضعفهم، لاننا كلنا كبشر عندنا ضعف بشري. فوانت بتكتب الشخصية فكر في 3 محاور في البداية. المحور المادي او الشكل المادي للبطل، جسمه قوي ضعيف، عنده ندبة، عنده عجز، عنده حاجة مميزة في شكله، في جسمه، في شعره. كل الحاجات في الجانب المادي دي مهمة عشان هتفتح لنا أسئلة تانية في المحاور اللي جاي. يعني عندنا المحور التاني، المحور الاجتماعي، حياته عاملة ازاي، البيئة اللي متربي فيها، أبوه وأمه، كان ليه إخوات، ليه أصحاب، كان منبوذ، كان بيتم التنمر عليه، كان قوي، كان هو المتنمر، اتجوز، طلق. كل اللي تقدر تحصيه أو تقدر تفكر فيه ويخدم البطل عندك عشان يبقى عنده أعماق تطلع منها مشاكل وتطلع منها صراعات تخدم الرواية. كل ده مهم جدا في البعد الاجتماعي. يجي بقى البعد الاول والتاني اللي هو المادي والاجتماعي، لما تيجي تبص عليهم بقى بتعمق ولو كتبتهم باتقان وبضمير بجد، هتلاقي ان البعد الثالث، البعد النفسي، بيتفتح قدامك لوحده. يعني مثلا لو احنا عندنا البطل عنده مشكلة جسدية، ده 100% هينعكس عليه نفسيا. ازاي نظرة الناس ليه؟ هل هو مهتم بيها ولا مش مهتم؟ هل هو قادر يواجه الضغط ده ولا لا؟ هل هو جسمانيا قوي فكان دايما بياخد حقه بدراعه، محدش يقدر يقول له كلمه، فعنده احساس بالتعالي، عنده احساس بالاستحقاقيه ان انا محدش يقول لي لا؟ كل الحاجات دي طوب مبني فوق بعضه. لو انت رصيته صح وادركت ان انت بتبني شخصيه من لحم ودم عشان القارئ يتفاعل معاها وتعيش معاه، هتكتب حاجه جميله جدا، حاجه انت نفسك وانت بتكتبها او انت بتكتب على لسان الشخصيه هتبقى مصدقه وعايش معاه وفرحان بيه. فما تهملش ابدا في كتابه البطل بتاعك التفاصيل الصغيره دي. مش لازم تعقد الامور على نفسك في البدايه، ممكن تبداه خطوه خطوه وتبني فيه بس الحاجات اللي تخليه انسان تقدر تتعاطف معاه وانت بتكتب. وانت بتكتب هتكتشف الشخصيه بتاعتك اكتر، وهتلاقي الشخصيه نفسها بتفتح لك ابواب جواها انت ما كنتش عارفها. هتلاقي نفسك بتتفاجئ زيك زي المشاهد زي القارئ، هتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر ده ممكن عشان كذا، عشان كان عايش كذا. هتلاقي نفسك كمان بتضيف له طول الوقت. استنوني في الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن خصم البطل او الشرير في الرواية. وما تنساش لو عجبك المحتوى تابعني واعمل لايك، ومستني اسئلتكم وارائكم في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين.